وتواصل التشريع في شكل أوامر حكومية إلى أن جاء عام 76 900 وألف. صارت حدث ما نقدروش ما نتكلموش عليه، اللي هو الميثاق الوطني. عشق ناسيونال. كان عندنا ميثاق لا كومون، كان عندنا ميثاق نتاع الولايه اكسترا، ميثاق الجزائر اكسترا. بصح الميثاق الوطني كان لعب دور كبير اللي خلى الشعب الجزائري يريست اون كومونيون مع الدوله هذاك انذاك. لماذا؟ لان الميثاق الوطني حبط كل الجهات، حبط في المؤسسات، في لي زوزين، في لي زاتوليي، في لي كارتيي، حتى في الجامعه. انا كنت في الجامعه حبطونا حتى حنايا ناقشناه، اعطينا الاراء تاع دي ميليي دو بروبوزيسيون. يعني الميثاق الوطني كان خطوه ديمقراطيه عبقريه حقيقه، رغم ان هذاك النص ما كانش نص قانوني، كان نص ايديولوجي وسياسي. وسيأتي في ثاني دستور للبلاد فيما بعد، وفي مادته السادسة تحديدا الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة. ما كانش دوار، ما كانش دشرة اللي ما تكلمتش على الميثاق الوطني، كل واحد عطى الراي تاعو. وحب الرئيس حب يدير هذا النقاش قبل ما يرجع المؤسسة أساسية في حياة البلاد، وهو مجلس الشعبي الوطني. بدأت الفترة التشريعية 77 900 وألف 82 900 وألف بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 25 فبراير 1977. بعد ما انتخبنا القانون الداخلي، الأغلبية تاع النواب اقترحوا بيطات كرئيس المجلس. قام من قامات الوطن ورمز من رموز الجزائر. لماذا تم اختيار بيطات بالذات على رأس البرلمان؟ حتى لا يمكن تجاوز العمل البرلماني أو تجاوز المؤسسة البرلمانية. والدليل أن البرلمان في نقاشاته في تلك الفترة، في نقاشاته وفي مشاريع القوانين وفي المواقف كان أقوى من الحكومة. ربما الصلاحيات كانت شوية عند الحكومة، ولكن من الناحية الفعلية أن البرلمان كان له وزن سياسي وتشريعي. وأما التشكيلة البشرية للمجلس فتكونت من 261 نائبا معدل العمر لديهم 40 سنة، وكان المشرب السياسي واحدا غير متعدد رغم تنوع المنظمات الجماهيرية. كانوا عند النساء، كاين تاع المجاهدين، تاع الاتحاد العام، يعني كل هذه الفئة كانت شاركة في هذا المجلس الوطني الشعبي. على هذا اللي كانت سهلة علينا تقريب كل اللي موجودين في المجلس، يعني كنا عندنا اتجاه سياسي واحد. وكان الاختيار ديمقراطيا. المكون البشري للعهدة 77-82 كانت ثرية. ثرية أولا أنها كانت تمثل كل مكونات المجتمع الجزائري ومختلف أطيافه، وكانت أيضا مكونة من جزء من إطارات الأمة، يعني من إطارات الدولة، المتشبعين بالثقافة، المتشبعين بالمعلوماتية، المتشبعين بالاطلاع على الملفات. فبمدن يعني دار تلاحم بين المكون الثقافي والعلمي والمكون الشعبي. ولهذا ربما يتخيل المستمع أو المتابع لنا بأن عندما نقول هذا المكون معناه أن بومدين هزهم من المكاتب وحطهم في البرلمان. لا، هذا خطأ. كانت ديمقراطية بأتم معنى الكلمة، يعني أن هؤلاء الإطارات معناه بعثهم كل واحد لدواره وكل واحد العرشه وكل واحد البلدية نتاعو، ويتم انتخابه من طرف المواطنين. ولهذا أهمية هذه العهدة كانت أهمية متميزة. وأما النساء فكان عددهن ضعيفا ولكنهن قويات، فتاريخهن كان أكبر وأقوى. كنا 9 أخوات في البداية، وثم
مات برلماني الله يرحمه سي عبد الملك تمام، منتخب تاع باب الواد. جات في مكانه بعد انتخابات جزئيه الاخت المجاهده الله يرحمها باية حسين. باية حسين اللي نعطي لها دقيقه وكان سمحت هذه. يا سيدتي المجاهدة، أمنحك كل الوقت لأن الأمر يتعلق بامرأة اسمها باية حسين. كانت بوزوز دو بومب، كانت هنا في الجزائر العاصمه، وهي اللي دارت البومبه تاع البيير، وحكموا عليها بالاعدام وهي عندها 16 سنه. عقبوها في وهرن في المحكمه، هي وجوهر اكرور الزوج ماتوا الله يرحمهم. اذا استقبلنا احنا بفرح كبير وجود باية في وسطنا، لان من الوزن الثقيل. درس المجلس وناقش عدة قوانين منها قانون المالية لسنة 78، وكان النواب يريدون قانونا لهم ولم يكن همهم الراتب. وكثير من النواب ما كانش عندنا في هذاك الوقت، ما كانش عندنا تجربه برلمانيه. انا باش نقول لك كيفاش تطورنا، كان عندنا زملاء متمكنين مليح في القانون يديروا لنا ورشات. كي جا سي بومدين في 78 قلنا له نحبوا نناقشوا كلش الا السلاك تاع البرلماني، ديروه كما حبيتوا. لا ريب ايضا في ان هناك جهودا قد بذلت، وأن المجلس الشعبي الوطني لم يفتى يشارك فيما يعود إليه، رغم أنه لا زال في بداية عهده. وهكذا وللمرة الأولى يتولى النواب النظر في ميزانية البلاد، حيث برهنوا في مهمتهم هذه على اهتمامهم باستعمال منطقي وفعال لأموال الدولة. شهدت السنة التشريعية 78 إصدار المجلس الشعبي الوطني 13 قانونا، 8 منها تتعلق بالمصادقة على آخر أوامر تشريعية أصدرها الرئيس هواري بومدين وفقا للمادة 53 من دستور 76 900 وألف، وتتعلق كلها بالسياسة الاقتصادية المنتهجة والمجسدة بتأميم الشركات الخاصة. ولم تأتي السنة القادمة على الرئيس هواري بومدين.